أخنوش: التشغيل يتصدر أجنحة الحكومة. أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس بالرباط أن الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الابتدائية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأبرز أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي أنه بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك. وتابع رئيس الحكومة قائلا: تنتظرنا في هذا الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة والرفع من وتيرة العمل والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة. كما استحضر أخنوش التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، معتبرا أنها بوصلة العمل الحكومي خاصة فيما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض في المرحلة المقبلة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها. وشدد على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025 التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر مواصلة تنزيل الأوراق الإصلاحية في شتى المجالات بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.